رضا عبد العال يفتح النار على مارسيل كولر بعد الهزيمة من صن داونز الجنوب إفريقي. تابع ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. رضا عبد العال يدلي بتصريحات مثيرة جدا نقلتها الإذاعة المصرية منذ قليل، وذلك بعد انتهاء مباراة الأهلي والصن داونز في الدوري الإفريقي، والتي انتهت بفوز فريق صن داونز على النادي الأهلي بهدف دون رد. قال رضا عبد العال: الأهلي النهاردة ربنا نجده من فضيحة. فريق صن داونز لو كان فايق النهاردة كان شايل الأهلي 5 و6 مستريح. كولر النهاردة جرد الأهلي من كل نقاط القوة في الفرقة، وبدأ المباراة بتشكيل غريب وعجيب لأي حد بيفهم كورة. ما تقنعنيش إن صلاح محسن وموديست اللي هو جايبه ده أفضل من كهربا، ولا تقدر تقنعني إن طاهر محمد طاهر ورضا سليم أفضل من الشحات وعبد القادر. كولر بقاله فترة بيعمل حاجات في الفرقة مش مظبوطة وعمال يخرف، ومش عارف ايه سبب اللي بيعمله ده. المفروض المسؤولين في الأهلي يتكلموا معاه، ما هو مش معقول الدنيا كلها غلط وهو الوحيد اللي صح. وبعدين كولر قدم ايه النهاردة عشان يطلع يقول بعد الماتش ان الحظ والحكم هم السبب في الهزيمة، وبيتكلم عن ماتش العودة كأنه مغسل وضامن جنة. انت صعبت الدنيا على نفسك وعلى اللعيبة وعلى الجمهور. صن داونز فرقة كورة وهتعرف تسجل هنا في القاهرة، واحتمالية خروج الأهلي من البطولة عدت 60%. طالما احنا بنحب التأليف يبقى يعوض ربنا على الأهلي في الماتش اللي جاي.